اذا استمعنا للناشدين الوطنيين الجنوب افريقي والمصري. كل توفيق للمنتخب العربي، المنتخب المصري الذي يحمل كذلك امال ديال الكره العربيه، طموح مشترك بالنسبه للمنتخبات العربيه الحاضره كما قلت المنتخب، وكذلك لقيمه الكره الجنوب افريقيه على مستوى القاره الافريقيه. حارس المرمى محمد عبد العزيز، وهذه لا زالت الكره خطيره والتسديده، وهدف اول لمنتخب جنوب افريقيا في اول هجمه وفي اول دقيقه من عمر المباراه. يسجل منتخب جنوب افريقيا من ارتباك وخطا دفاعي كبير من لاعبي منتخب مصر. اذا هدف اول لمنتخب جنوب افريقيا في مصري. كره من جنوب التمريره ممتازه، هذه فرصه لبحث عن امكانيه الوصول. هذه فرصه محاوله لفداء المنتخب، ومحاوله من جديد لكره عرضيه، وهذه راسيه. التعادل ياتي سريعا لمنتخب مصر. يسجل انس رشدي بضربه راس هدف التعديل، هدف في الدقيقه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا، ويرد المنتخب بهدف عن طريق انس رشدي. 1-1. لم يهنأ منتخب جنوب افريقيا الا ب3 دقائق فقط من تقدمه. على اليمين تمريره جميله لابراهيم النجعاوي، لاعب عرضيه على القائم البعيد، ولا احلى ولا اروع. لاداء السيد كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، البحث عن الراسيه، ولكن فرصه لبدايه المنتخب المصري. خروج مكوينه مدرب فريق الوداد، عندهم فرصه لمتابعه اللاعبين، البحث عن امكانيه المراوغه، امكانيه التسديد. كريم ارتدت، لا زالت خطيره، وتسديد جول. الله، انس رشدي على هذا الهدف. روعه يا ولد، روعه 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 روعه. هدف على طريقه كريستيانو رونالدو. انس رشدي يتقمص روح الدون في هذه اللقطه ويسجل هدف على طريقة كريستيانو رونالدو. كان لابد أن يكون الاحتفال على طريقة الدون يا أنس رشدي، وهدف في منتهى الروعة. روعة. جنوب افريقيا البحث عن التسديد لكن بعيدة. خطيرة. الله، حمزة عبد الكريم وراية وتسلل. هل يعود للفار بربوسة جراسة؟ رفع الراية، لكن بالتأكيد في عودة للتقنية في الفار. أبو بكر صار، هل يعود للفار؟ هنشوفها في العادة إفادة بكل تأكيد لم يكن متسلل. سيحتسب الهدف. رفع المساعد الراية منطقة الجزاء، البحث عن إمكانية التسديد، تمرير في الجهة اليمنى، تمرير داخل منطقة الجزاء، فرصة لكن تمريرة في الأمام، خروج من جانب حارس المرمى مش ممكن. عمر عبد العزيز، هل لمسوا؟ تسب الحكم ركلة جزاء، خرج عمر بدون أي داعي. ركلة الجزاء، يلا عمر انقذها. عمر لكن حطها على يمينه. و3-2 أصبحت النتيجة الآن. دخلوا مرة أخرى في أجواء اللقاء بهدية من جانب عمر عبد العزيز، خروج بدون اي داعي. بس دائما من الجهه اليمنى داخل منطقه الجزاء، وتيبوغو تسديده وتدخل الحارس. تيبوغو ملانجيني وتدخل بنفسه فيلا كيمانو. هذه فرصه ومحاوله على الارض ملعوبه، ترتد من جديد، ولكن ابعاد من دفاع منتخب مصر، حتى الصوره غير واضحه. ركز عمر يلعبها قويه على يمين عمر، يسجل الهدف الثالث لمنتخب جنوب افريقيا. 3-3 اصبحت النتيجه. 3-3. منتخب مصر قادر على العوده وتسجيل ايضا اهداف اخرى في هذه المباراه. كره في الجهه اليسرى لبدايه المنتخب الجنوب، تدخل لعمر عبد العزيز. منتخب جنوب افريقيا البحث عن امكانيه التسديد، وخلات اللاعبين ديال المنتخب الجنوب افريقي يرجعوا الراسيه. فرصه خطيره المراوغه دائما، محاوله دخول داخل منطقه الجزاء. حمزه عبد الكريم. منتخب جنوب افريقيا سجلوا كل من على المستوى الجهه اليمنى. سيف باما
البحث عن امكانيه العرضيه داخل منطقه جزاء، تدخل كبيتسوي، تصل الكره لعمر منتخب المصري في هذه الجوله الثانيه. لعبت الكره في القائم الثاني، البحث عن الراسيه، تدريب ثم مصر لقب واحد 97 وتواجدوا في نفس المجموعه. هناك لمسات واضحه تقريبا لازم تكون هناك بطاقه حمراء. لاحظوا كيطلب الهدوء، كيطلب من اللاعبين انه التواجد في مكان داخل منطقه الجزاء. تمريره ممتازه، كره فوق ممتازه لحمزه عبد الكريم، يمرر المحاوله في الفريق الاهلي والهدف فريق المصري تحت قياده لاعب الاهلي بلال عطيه، لكن حكم المساعد رفع على الرايه. حكم المساعد نتابع، كان هناك وضع داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله في المنتخب المصري، تغطيه حاضره ولا خطر الدخول داخل منطقه الجزاء، البحث عن امكانيه تسديد، فرصه تدخل الحارس سيلوين ستيفن تمرير داخل منطقه الجزاء، خروج بالامور التنظيميه واللوجستيكيه، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره ممتازه، محاوله خطيره، تدخل تمريره من نيو بولوكو، جابوا هذه الركنيه، لعبت كره دائريه وتدخل في منطقه الجزاء، محاوله خطيره والهدف. هدف رابع لفائده منتخب جنوب افريقيا بطريقه ممتازه. ايميل ويتبو لاعبا متالق في صفوف منتخب جنوب افريقيا يسجل ثنائيه ويضع جنوب افريقيا مره اخرى في المقدمه. 4 أهداف مقابل 3. ايميل ويتبو لاعب مهاري، لاعب فريق كاب تاون سيتي. انتظروا ردة فعل المنتخب المصري مرة أخرى من أجل العودة في النتيجة في الوقت. تنظيم جيد وتنظيم محكم لهذا للاعبين. سلامات الدخول داخل منطقة الجزاء، تمرير أكيد سيلوين ستيفن، تسديدة مشات محمود الخطيب والعديد من الأسماء. هذه فرصة ومحاولة، البحث محاولة في المنتخب المصري، تمريرة تدخل، هذه فرصة محاولة خطيرة، تدخل عمر عبد. إذا تغيير قادم في صفوف منتخب جنوب افريقيا، إذا تغيير في صفوف المنتخب. في الجهة اليمنى إمكانية تسديدة، لكن المنتخب المصري يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مرات جانبا، تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء، خروج كان خطأ في الوقت 5 دقائق وقت بدل الضائعة الرأسية مرات جانبا لبلال عطية، ممتازة داخل منطقة الجزاء، فرصة تضيع بلال عطية. لاحظوا العميد كيف مرر. اسماحي يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، الكرة بالرأس، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس. هذه محاولة في منتخب حذاري تدخل الحارس، تمكن انه يوصل للكرة بالرأس ثم التدخل ديال جنوب افريقيا، تدخل عمر عبد المرضي خلال هذه المنافسات في الوقت للحكم عمر عبد المرضي بعد متابعة الصورة. عمر عبد المرضي حيرة امام متابعة ديال نيو بولوكو. نتيجة الآن، خصوصا بأنه كما قلت بأنه كان متقدم. لعبت الكرة، تسديدة